وبالمناسبة أقول لباقي الوزراء وباقي المسؤولين: يا ناس، رانا عايشين في عالم تكنولوجيا، رانا عايشين في عالم تكنولوجيا، في قرية. ما تستحقروش بالفيسبوك وما تشوفوش باللي راهو لعب الذر، ولا لأنه الفيسبوك راهو أصبح وسيلة حرب. نحن في حرب إعلامية. الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتيك توك والانستغرام واليوتيوب وغيره، أصبحوا وسائل حرب أكثر من الحرب النووية. إذا ما تستهينوش، لا تستهينوا بهذه الأسلحة الفتاكة التي تبني أمم وحضارات وتهدم أمم وحضارات وحكومات ووزراء ورؤساء. نعم. إذن لما تشوفوا أنه فيه لغط إعلامي وفيه نقاش حول موضوع، وتشوفوا اهتمام الشعب واهتمام الشباب بالخصوص بموضوع، حاولوا كيفاش توضعوا حد. إذا كان صحيح قولوا صحيح وعالجوا الموضوع. حاولوا كيفاش تقنعوا، قال نعم هذا الكلام قاله وزير الشباب وهو القصد، يقصد كذا وكذا وكذا وكذا. طفيوا نار الفتنة. إذا كان ما نسب إلى وزير الشباب أو وزير الصيد أو وزير الصحة أو أي وزير غير صحيح، الهدف من وراءه الإضرار بسمعة الوزير والوزارة والدولة، أين المشكل؟ أين المشكل أنكم تنزلوا بيان تكذيب مثل هذا البيان تاع وزارة الشباب؟ أين المشكل؟ وتطفيوا نار الفتنة. أولا تكبروا في أعين شعبكم أنه عندنا وزارة وعندنا دولة تقيم الشعب نتاعها وتهتم بانشغالاته واهتماماته وتأثروا بما يكتب حول المسؤولين تاعو. لأنه الكلام هذا اللي نسب إلى وزير الشباب كلام خطير وتافه، تافه وحقير وما يسواش. لو سكتنا عليه يبقوا الناس يقول لك ممكن، وبالتالي سمعة الوزارة كلها راحت في نقص واحد، كلها راحت في تمريقة كلب. إذا نعاود نحيي وزير الشباب ونحيي مستشاره الإعلامي ونقول لهم أحسنتم صنعا، ونتمناو أنه كل المسؤولين سواء من البلدية واطلع يقتديوا بهذه الخطوة الإيجابية وبهذه اللفتة الممتازة اللي أنا شخصيا عجبتني كثير وكبرت في عيني. كبرت في عيني أنه هذا الوزير الشاب يراعي انشغالات واهتمام الشباب ويعطي قيمة للسلاح الفتاك اللي هو سلاح الإعلام الإلكتروني.